الليلة حنمشي مع هدنة جميلة جدا مع فناننا الكبير أحمد الجابري. ما في حتى رسالة واحدة بيها يصبر شوية. وزي ما بقولوا بين قوسين، والوعد بيناتنا إنك كل يوم تكتب إلي. هل يجوز والغربة حارة الخطاب تبخل علي؟ بالخطاب تبخل علي، انت بالخطاب تبخل علي. درجة التطريب عند أحمد الجابري عندها مقاييس كثيرة، وقد تكون هي بمقياس ريختر. فهي شخصية عجيبة جدا، يحرك القلوب ويزلزل المشاعر ببديع الأغنيات وجميل الألحان. أحمد الجابري بيغني الغنى الصحيح، تعابير وجهه تحكي الأغنية وتروي التفاصيل، ويبدو أن الرجل يطرب روحه أولا ثم يطربنا بعد ذلك. ولد بالشرف بركات بالجزيرة، فسقته من رحيقها، فكان هذا الصوت الرويان الذي أبدع بطيب المشاعر. وانتقل بعدها إلى أم درمان مع أمه بعد انفصالها عن والده، فعاش لها وحدها وأخذ كل الحنان جملة وتفصيلا. ولهذا كان الجابري حنين 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 لدرجة الولهة ورقيق حتى الذوبان. وقد منح أمه كل شيء حتى أنه توشح اسم عائلتها، لذلك كان اسمه الفني أحمد الجابري بدلا من أحمد محمد عبد الله. يا أخي ده مرة تغنى بتوب أمه وقال ثم من؟ قال أنه التقى بالعراب عبد الرحمن الريح الذي انبهر بصوته، ورغم أن لجنة قبول الأصوات بالإذاعة رفضته كمغني ولأكثر من مرة، لكن ود الريح لحاله لجنة. وقد كان الرجل محقا ومنصفا، وكادت اللجنة أن تفوت علينا فرصة استثنائية قد لا تتكرر كثيرا. وحكمة والله وحكاية، ناس بتتعذب وحيدة وناس بتنعم بالوداد. لينطلق الجابري ويبزغ نجمه، فالموهبة الحقيقية تدق حصون اللجان. وكانت أغنياته الباهرة في مسيرة الفن السوداني. وكان الجابري يضع بصمته مع الكبار، حيث التقى مع الرقيق سيف الدين الدسوقي في أرق رسائل. ورسائل كانت من الأغاني السودانية التي انطبعت في وجدان الشعب السوداني، والتي كانت حاضرة على الدوام في بريد السودانيين، يفتحونها كلما اشتد بهم الوجد ونالت بهم الأشواق. وما في حتى رسالة واحدة بها الصبر شوية، فكانت أغنية ذات طعم خاص ومعزة في قلوب الناس عندما يقرأها المتدفق سيف الدسوقي بصوته ذلكم الفخيم. طورا تتحسس بريدك، ليسكب فيها الجابري آهاته والشجون. شفتك قبل ما أودي عبالي،
ما ودع بالي. ويكون مداد الرسائل شوقا تقرأه بالدموع. وهل يجوز والغربة حارة بالخطاب تبخل علي؟ فكانت الرسالة التي ناطحت البريد الإلكتروني ومضات الواتس وبقيت حية في قلوب الناس، يتبادلونها بشوق ويرسلونها بالعصف ويحملونها في حقائبهم استعدادا للرحيل، وقد تركوا وراءهم كل شيء حتى الحبيب. والوعد بيناتنا إنك كل يوم تكتب إلي، هل يجوز؟ أغنية الجابري كلها تشبهه، وكأنه يبث فيها شجونه الخاصة وما يعتمل في دواخله النقية. لذلك تأتي صدوقة ومعبرة وملهمة. وما إن فرغنا من قراءة رسائل الدسوق الحية حتى جاءت أخرى في بريد القلوب بتوقيع الرقيق دوما الصادق الياس. هذه المرة تخفف عن هول الأولى وتواسي الفؤاد، فيها بعض من العتب وكثيرا من الوداد. يحكي عتاب فيها وكان ناس إنه قايل، يحكي عتاب فيها وكان ناس إنه قايل، كان ناس إنه قايل. الحكاوي ما خطرت ببالي، ما خطرت ببالي، يا ما قال حكاوي ما خطرت ببالي، ما خطرت ببالي. قال في كل كلمة إني جفيت سالي، إني جفيت سالي. لو في كل لحظة تعلم بحالي، لو تعلم بحالي، ما ناسيك والله، ذكرك شغل بالي، ذكرك شغل بالي، ما ناسيك والله، ذكرك شغل بالي، ذكرك شغل بالي. لو أنساك أنت أكون غدار خنت، لو أنساك أنت أكون غدار خنت، لو أنساك أنت أكون غدار خنت. أسأل عني غيري وأحكم في مصيري، أسأل عني غيري وأحكم في مصيري، أسأل عني غيري وأحكم في مصيري. يا ما تشوف دلائل، يا ما تشوف دلائل. الكلام ما لي دخل به، يا ما قال كلام ما لي دخل به. إني بروح لغيره وبهو بيصطفيه، إن شاء الله حياتي تفنى لو فكرت فيه.
ويا ما قال كلام ما لي دخل به. التقط الجابري، التقطها التقاط النسور، وغناها من جوا، فأذاب جليدها بحرارة الأداء ولوعة الشوق، وقال في كل كلمة: إني جفيت ساي، إن شاء الله حياتنا تفنى، أنا لو فكرت فيها، لا لو ألف لالة تحبك اشتريها، بدل أشواق ومحنة ترسل لي مظنة، كلامي جرح شعوري وما يريح ضميري. يا أخي نحن اقتنعنا، خليكم. ومن طرف الحبيب جاد أغرب رسائل. الصادق الياس ده كتب وشاية والباقي باقي. صلاح بن البادية والاثنين اتفقوا، وكتب حب الناس يحبوك للمختلف دائما اللمين عبد الغفار، الذي ترك منجله مركوزا على ظهر البلد تكياته ورحل باسما، ومرحب بالترس ناكوسي يدفق سرة البلداد، وظهر البلد موجوع يا اللمين. ويبدو أن الصادق يعرف كل الحقيقة، وحب الناس يحبوك. يا أخي ده كتب حكاية ملامة ساقاه هو الجابري بالشارع الورا. أرجعت الجابري ونحن لا نعرفنا نواصل ولا عرفنا نرجع، وأخذت اللوم على نفسي ولا تحسر علي عمري، ولا أكوس حنيني الراح مع الغايبين فضل يجري. شفنا الندامة تفيد، تفيد زول الرجاء ندمان، رجاء تفتش مكان الفات، لقيت جاء صارغ شي بالذات. وكانت سامحني لمحمد زمراوي واحدة من جميلات الجابري وأزهارها، أنها بمزاج عالي ولحن آسر وشجن غريب. وسامحني ما تغلط علي، وهبتك كل أيام الهنية، قلبي راضي وراجي مستني التحية، مرة جامل مرة منا تنسى المحنة، ومرة واصل عندي قربك أحلى جنة. نحن غايته سامحنا، رغم إننا ما عارفين المشكلة شنو، لكن الزل أقنعنا. فقامت رددت العصفورة إنصاف فتحي استلافا، فعقلها أن تغرد في شجرة الجابري كيفما شاءت. وهبت حبك كل أيامي الهنية، وهبت حبك كل أيامي الهنية، قلبي راضي وراجي مستني التحية. سامحني سامحني سامحني. والاثنين طيور الجنة، كل ما تغنى به الجابر كان يحمل شوقا ووجدا. وهات يا زمن، ويبدو أن الزمن أمعن في القسوة فتحداه بقلب مكشوف وصدر عاري. قال له جيب كل أحزانك، تعال جيب المحن. الجابري فتح البلف، ولأن الدنيا من حال إلى حال عاد الجابري منتشيا. من حديقة المنقذ عبد الرحمن الريح الذي حلق به من جديد، ويزف لنا الخبر السعيد أن الدنيا أعطته أزهارها هذه المرة، ومنحته قبلة الحياة والنور. فقال ليه الزهور بسمت لينا، والغصون مالت فرحان، فحلقنا مع ود الريح وانتشينا مع أحمد الجابري. وذاته ابتسم
والنسيم يشفينا الصبح. عبد الرحمن الريح يستطيع أن يروض العاصفة ويحولها إلى سكون، ويبدو أن الرجل يمتلك مضادات الرياح وتباريح الهواء. الزهور بالسماء، الزهور بالسماء، والغصون مالت فرحة تنثر الورد، تنثر الورد، تنثر الورد. الزهور بالسماء، الزهور بالسماء، والغصون مالت فرحة تنثر الورد، تنثر الورد. وإذا لم يكتب المرهف كامل عبد الماجد سواسية الاسم لكتب، لكنه كتب وأنجب. محبوبي وقتين تبتسم والدنيا يا ناس تنقسم، الفرحة تملاها وتزغرد فيها والشوق يرتسم. غناها الجابري فقهقهت، ومرات أقول أديه كلمة زعل حبة عذاب وكلام عتاب، أنا عارفه ما بيتحمله علشان أشوف خده حرير الدمعة جارية تدلله، والفرحة تملاها وتزغرد فيها والشوق يرتسم. مرات أقول أديه كلمة زعل، مرات أقول أديه كلمة زعل، أحبت عذاب وكلام عتاب، أنا عارفه ما بيتحمله، علشان أشوف خده الحرير الدمع جاري تبلله، لكني قب على بدبي لحظات أقيف أتأمله، الضحكة واللفتة اللي بتاخد من عيون النوم شهور وتجفله، والرقة والنظرة الوديعة ودل وإشراق الحلو. غنى الجابري وأنصت السودانيون، وكانت أغنيات من حرير تظل إلى يومنا هذا نابضة بالحياة والألم والأمل. عاش الجابري في توب أمه أكثر من جلبابات أبيه، فمنحته رضاها وديناه رضانا. غنى لنفسه وتدفق وواسانا فتألق بصوت سوداني حنين وألحان خالدة، فكان الجابري نسخة واحدة وصفحة ناصعة في مسيرة الأغنية السودانية. غاب وترك أغنياته يرددها الآخرون، ويبقى الأصل قائم. أنا في العيون ببني له دارين من مودة ومن منى، أنا في العيون ببني له دارين من مودة ومن منى. والبلوم في فرع عنا تران يا الحبان هنا وين يا الجابري، صوت الحنين وفنان الشجن والشوق. فرحانة يا الحبانة
فرع وغنى البلو في فرع وغنى فرحانة يا الحبانة. وقد توارى همسا وترك البوح، فقال لنا ما في حتى رسالة واحدة بها الصبر شوية. في حتى رسالة واحدة بها يصبر شوية، والوعد بيناتنا كل يوم تكتب ليا. هل يجوز الغربة حارة، يجوز والغربة حارة بالخطاب تبخل علي، انت بالخطاب